السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبتدي الفيديو بتاعنا كده بالصلاة على النبي. وبصي النهاردة بجد والله العظيم دي بالمية، مش بكدب، وهتشوفي طلعت بجد تحفة. زي ما انت شايفة نعومة ملهاش حل، جميلة جدا. البسبوسة طبعا ده عشاق الملايين، طعمها خرافة بجد. وزي ما انت شايفة بصي زبدة 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 عسل قوي وما باتتش. بص حاجة منتهى الخرافة. تعال نشوف مقاديرها السهلة البسيطة. ما تنسيش يعني وانت بتتفرج عليا كده تدوسي لايك او اشتراك عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد، وفعل الجرس عشان يوصلك الجديد على طول على طول. بص كده، مفيش اجمل من كده. يلا بينا. معانا كوباية سميد عادي من عند خامات الحلواني او من عند العطار، بس يكون ياريت خامة كويسة. كوبايتين وربع بالظبط. معانا زي ما انت شايفة نص معلقة بيكنج باودر ممسوح. بس طبعا مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، دي المواد الجافة. لو انت عايز تستبدلي بجوز هند زي ما احنا قلنا، ممكن تستبدلي الربع بس بتاع الزميد وتحط مكانه ربع كوباية جوز هند. معانا هنا كوباية من السكر وربع كوباية من المية. كل المستخدم في الخليط ده كله كوباية مية كاملة. هنحط ربع دلوقتي مع العسل وهو بيغلي كده مع السكر. بعد كده وصلت للقوام واللون اللي انت شايفاه ده، حطينا تلت كوباية سمنة. يعني قد ايه تلت كوباية سمنة بالمعلقة؟ 3 معالق كبار. تمام. طفيت النار علشان منعا للطرطشة ولا اي حاجة تحصل. حطينا بقية الكوباية 3/4 كوباية مية. انا طافية النار طبعا اهي، ما حصلش اي حاجة زي ما انت شايفة، بمنتهى الهدوة كده. وقلبت بالراحة. في الوقت ده ابتدي اولع النار تاني وهديت عليها. معايا هنا ربع كوباية قشطة. ديت انا عاملاها من وش اللبن. انت عندك قشطة معلبة ماشي، قشطة من سوبر ماركت ماشي، كوباية زبادي مفيش مشكلة، التلاتة دول متاحين، اي حاجة متاحة عندك مش هتفرق خالص. وزي ما انت شايفة على النار اهي، ما تحطهاش كتير، على نار هادية خالص علشان السوائل ما تنشفش. سبتها هدت، طبعا هدت خالص، مش لازم تهدى لغاية البرودة يعني، لا هدت من على النار. وصبيت الخليط وهبتدي ان انا ما اقلبش زي ما اتفقنا، ما اقلبش. التقليب ده بيخلي الجلوتين يشتغل فتنشف، تشرب السوائل كلها وتنشف. زي ما انت شايفة بحاول بس يعني مفيش ولا حبة سميد تبقى ناشفة مبلولة، بس في نفس الوقت ان انا ايه، ما بحاولش اخليها ايدي فيها على طول، يعني متتقلبش كتير. قلبنا كده بالراحة. شايفين مش عايزة اقلب فيها عشان تطلع معاكي بنفس المستوى اللي انت شفتيه. شايفين ما شاء الله بجد جميلة قوي وعجبتهم جدا جدا جدا. الوصفة الوحيدة اللي عجبتني من كل الوصفات اللي عملتها. بصي ما شاء الله، على ما اظن كده تمام تمام. مش هحاول اقلب فيها تاني، هيبقى اتأكد بس ان كده مفيش حاجة. بس انا مش بقلب تقليب، لا انا بجيب من تحت لفوق كده. خلاص تمام التمام. هنجيب الصينية بتاعتنا، اي حجم صينية انت عايزها. انا اللي عندي دي مفرودة 35، مقاسها 35، كبيرة جدا طبعا، وطلعت بالسماكة اللي حضراتكم شايفينها. هندهن دهنة محترمة طبعا من السمنة في الارضية. تمام. وهننزل بالخليط عادي خالص من غير اي حاجة. طبعا هيكون الفرن متسخن على درجة حرارة 180. لو عندك مروحة شغليها مفيش مشكلة، بس انا هنا ما شغلتش الشواية، على حسب فرنك وحسب بوتاجازك. انا شغلت الفرن العادي، طلع لونها تمام. لازم نخبطها خبطتين كده علشان لو فيها اي هوا وتتساوى معاكي. طبعا مش مستاهلة تسويها بايدك ولا اي حاجة. دخلتها قعدت 20 دقيقة بالظبط، وعلى حسب فرنك زي ما اتفقنا. ما حطيتهاش على الشوايه. السيرب الخفيف لو انت محتاجه مقادير، انا عملته قبل كده كتير، هنزل لك ان شاء الله في صندوق الوصف. ونزلت عليها بالسيرب على طول. لازم تشرب السيرب كله. لو شربت السيرب كله تعرفي ان هي ما شاء الله ممتازه وناجحه. مش هعمل اي حاجه الا ان انا اغطيها واسيبها ساعه او ساعتين. مش هسيبها لتاني يوم زي اي وصفه انت سمعتها قبل كده، هسيبها بس ساعه او ساعتين. تمام. هنا ما شاء الله بعدها خلاص بقى بقينا يعني اتغدينا بس كده وجبتها
انا غطيت عليها طبعا بحاجة محكمة، ودي والله العظيم كانت باردة جدا، يعني مش لسه سخنة عشان الامانة. بصي مفيش اروع من كده. بصي يعني مش قادرة اقولك بصراحة احسن وصفة عملتها. هتاكلي بسبوسة رائعة رائعة رائعة، مرملة وطرية جميلة جدا، ولا كيك ولا ناشفة ولا اي كلام من ده. وبصي في النص مستوية، لونها مظبوط، مش من النص بيضة ومش من الطرف محمرة، لا كلها لون واحد زي ما انت شايفة. ما شاء الله عليها بجد، مفيش احلى من كده. ما تنسنيش بقى في لايك واشتراك وتعليق، وباي باي. اشوفكم في فيديو جديد في رعاية